ليلة. يراقب النجوم البعيدة ويحلم بأن يصبح يوما ما عالما يفك أسرار الكون. لكن الطريق إلى النجوم كان يمر عبر كتاب الرياضيات الصعب الذي يركض على مكتبه. تذكر ريان مقولة جده دائما: من طلب العلا سهر الليالي. فنظر إلى الكتاب بعزيمة، وقرر أن يبذل قصارى جهده ليحقق حلمه الكبير. في اليوم التالي بالمدرسة، لاحظ ريان أن صديقه أمين يبدو غامضا بشكل غير معتاد. اقترب أمين منه وهمس في أذنه: هل سمعت عن سر القبو القديم في مكتبة المدرسة؟ يقولون إن من يدرس هناك يكتشف أسرار النجاح العظيم. قرر الصديقان أن يلتقيا هناك بعد انتهاء الحصص لاستكشاف هذا المكان الغامض الذي يحيط به الكثير من الحكايات. دخل ريان وأمين إلى القبو، فوجد مكانا مذهلا مليئا بالكتب القديمة والخرائط الذهبية التي تغطي الجدران. لم يكن هناك سحر حقيقي، بل كانت الأجواء الهادئة والمشجعة هي السر. جلس الصديقان لساعات طويلة يحلان المسائل المعقدة ويقرآن في صمت عميق. لقد أدرك أن سهر الليالي والاجتهاد هما المفتاح الحقيقي الذي يفتح كل الأبواب المغلقة مهما كانت صعبة. جاء يوم الامتحان النهائي، وبينما كان التوتر يسود القاعة، كان ريان يبتسم بثقة وهو يرى الأسئلة. لقد كانت تلك الليالي التي قضاها في المذاكرة هي السلاح الذي جعله يتفوق. حصل ريان على الدرجة الكاملة، وأدرك أن الأحلام لا تتحقق بالتمني بل بالعمل الجاد. وفي نهاية اليوم شكر صديقه أمين على مشاركته السر، ووعد بعضهما بالاستمرار في رحلة طلب العلم.